الكوليستين يا شباب العلماء اكتشفوه سنة 1950 بيشتغل كقاتل للبكتيريا. يعني ايه قاتل للبكتيريا؟ يعني لما بتنزله بتركيز عالي فترة قصيرة 6 ساعات مثلا، افضل ما تنزله بتركيز خفيف 24 ساعة. احنا قلنا قبل كده في مضادات حيوية قاتلة للبكتيريا وفي مضادات حيوية مثبطة لنشاط البكتيريا. عندك مثلا التيلوزين او الاريثرو يفضل انك تستخدمهم فترة زمنية طويلة، لكن الكوليستين، الاموكسي، الامبيسيلين، الحاجات اللي هي قاتلة للبكتيريا، النوع ده لازم ان انت تشتغل بتركيز كويس عالي ولكن فترة زمنية قصيرة. ندخل بسرعة على المعلومة التانية، الكوليستين امتصاصه بسيط او ضعيف من الامعاء. والمعلومة دي يا شباب هتفيدنا ان انت تبقى مطمئن وانت بتحط جرعة الكوليستين، ما تخافش حتى لو زادت 10 اضعاف، ما هياش خطر لانه امتصاصه لا يزيد عن 5% من الامعاء. وبالتالي لو الجرعة ربع او نص جرام على اللتر وجيت انت خليتها لحد 5 جرام على اللتر، في الحالة دي مفيش اي خطورة الا اذا كانت كلية الفراخ فيها مشاكل، فيعني يفضل ان انت ما تزودش الجرعة قوي. لكن الخطورة كلها فين بقى؟ الخطورة ان الكوليستين لو اتحقن، لو دخل فيه حقنة وتركيزه كان شديد، في الحالة دي بيدمر أو بيأثر على الكلية وبيعمل نافق ومشاكل كبيرة جدا. علشان كده حقنة الكوليستين لازم يكون في طبيب مشرف عليها، وتكون انت شرحت وشفت الكلية عاملة ايه قبلها علشان ما تأذيش فراخك. زي مثلا النيوميسين، برضو النيوميسين بيشتغل معوي في مياه الشرب، ما ينفعش تحقن نيوميسين. هو بيشتغل بشكل موضعي على الامعاء، بيموت البكتيريا، بيعالج الاسهالات خصوصا الاسهال الابيض اللي بينتج من السالمونيلا والايكولاي، وبيخرج من خلال الامعاء لخارج جسم الطائر بدون ما يمتص الا بنسبه بسيطه جدا. النقطة الثالثة والمهمة ان الكوليستين لا يحدث ضده ممانعة او مقاومة. احنا عارفين ان معظم المضادات الحيوية لما بتنزلها مرة او اتنين بيحصل ضدها البكتيريا بتعمل مقاومة ضدها، يعني ما بتجيبش نتيجة بعد كده. لكن الكوليستين تقدر انك تنزله في الدورة مرة واثنين وثلاثة، لانه مفيش فيه ضده من البكتيريا مقاومة تذكر، في مقاومة ولكن ضعيفة جدا. عندنا مثلا الاستريبتومايسين لو اتحقن مرة يفضل انك ما تحقنوش تاني، لان الاستريبتومايسين بيحصل ضده البكتيريا بتعمل ضده مقاومة بسرعة. يبقى احنا كده يا جماعة علشان نلخص الموضوع، الكوليستين قاتل للبكتيريا، فالافضل ينزل في سقوة سريعة 6 ساعات. يعني الافضل انك بدل ما تحط ربع جرام على اللتر 24 ساعة، لا حط جرام 6 ساعات. الكوليستين يا شباب امن في حالة لما بيكون شرب، لان امتصاصه ضعيف، فما فيش مانع انك تزود الجرعة لحد 5 جرام على اللتر. لكن الجرعة الصحيحة هي ربع او نص جرام حسب المنتج اللي انت اشتريته، حسب التركيز اللي انت اشتريته. الفكرة انك بدل ما تحط ربع جرام 24 ساعة، خليها انت جرام 6 ساعات. نسيت اقول لحضرتك الادويه اللي ممكن تجيب نتيجه مع الكوليستين. معظم الادويه بتجيب نتيجه مع الكوليستين، الدوكسي والاوكسي والانرو والسيبرو، معظم الادويه والامبيسيلين والاموكسي، معظم الادويه اللي في السوق تقدر ان انت تحطها مع الكوليستين. لكن انا عندي تحفظ مع دوايين، مع الفلورفينيكول او الكلورامفينيكول، مجموعه الفينيكول، يعني يفضل ان انت ما تحطش معاها كوليستين لان في تعارض ما بين الكوليستين وما بين الفلورفينيكول. على فكره الفلورفينيكول برضه علشان ما انساش يفضل لوحده اصلا، ما تحطش معاه اي مضادات حيويه، اللهم الا اذا كان شويه ستريبت، ده بس اللي ممكن انك تحطه مع الفلورفينيكول، لكن باقي المنتجات يفضل ان الفلورفينيكول يكون لوحده. وبكده يا شباب نكون لخصنا كل ما هو متعلق بالكوليستين، الا اذا كنت انا نسيت حاجه. اللي لسه عنده اي معلومه كويسه او سؤال او استفسار عن الكوليستين يا ريت يكتب لنا في التعليقات. وفي النهايه يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.